نستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا الحضور الكريم، هذه هي إن شاء الله الحصة الثانية من هذه الحصص ديال مدارسة مقاصد التوحيد. الغرض والقصد الله يجزيكم بخير هو أن الإنسان يفهم العقيدة دياله مزيان، ويفهم العقيدة بأصولها، كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن التعصب للأشخاص وإلى غير ذلك. وما نقولوش المذاهب، لأن حتى المذاهب راه ما اختلفوش في العقيدة، يعني كان الخلافات بيناتهم في واحد المسائل الفقهية، لكن مسائل ديال المعتقد ومسائل ديال العقيدة الأئمة كلهم متفقين على عقيدة واحدة، كانت عندهم عقيدة واحدة، والعقيدة تؤخذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا العلماء رحمهم الله تعالى من مقاصد ديالهم في التأليف في الكتب حسب ما تدعو الحاجة إليه. فتيجي واحد من العلماء ويفتح عليه الله تبارك وتعالى في شباب في العصر دياله، تيشوف بأن الأمة مثلا محتاجة لذاك النوع من العلم خصو يتكلم فيه وخصو يكتب فيه كتاب، فتكتب فيه مثلا كتاب وينفع به الله تبارك وتعالى الأمة. فتجد مثلا في زمن ديال الأئمة رحمهم الله تعالى، الإمام مالك رحمه الله تعالى محتاج الناس مثلا النظر في المسائل ديال الفقه وإلى غير ذلك، كتب مثلا كتاب الموطأ ودع فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والآثار عن التابعين، ودع فيه الفقه دياله اللي أعطاه الله تبارك وتعالى، داروا في الفقه دياله. ثم هكذا بعد ذلك توالى الأئمة، عاود جاء مثلا البخاري رحمه الله تعالى ووضع الكتاب دياله الصحيح، صحيح البخاري، وانتقى فيه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده واحد المنهج غادي عليه، مثلا تصدر الكتاب تديروا الترجمة الأولى، ثم تيورد إلى كان شيء آية تيوردها، ثم بعد ذلك الحديث، ثم تيورد الآثار. هذا الصنيع ديال الأئمة. علاش تيديروا هذه المسائل هذه؟ من تيقول كانوا ما تيربطكش هو بنفسه، وإنما تيربطك دائما بالدليل وبالحجة. وهكذا إذا تعلمنا الله يجزيكم بخير أننا نرتبط بالأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع مرور بإذن الله عز وجل يلتبس علينا الطريق، وما يجي شي واحد يلبس علينا في ديننا. علاش؟ لأن كنكونوا بنينا على واحد الأساس متين، ألا وهو الأساس ديال العقيدة المأخوذة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا توالوا العلماء في التأليف، لما احتاجوا مثلا جاء وتكلموا بعض الناس في أصول السنة، لما تكلموا في خلق القرآن وتكلموا في القدر وتكلموا في كذا، العلماء كتبوا واحد الأصول يسماه أصول السنة، كأصول السنة الإمام أحمد، وأصول السنة البربهاري وغيرها، اعتقاد أهل السنة والجماعة للكائي، وغيرها من الكتب اللي تألفت في بيان معتقد ديال أهل السنة والجماعة. فكيجي ذاك العالم مثلا في عصر من العصور ولا في زمن من الأزمان تيشوف شنو الناس بحاجة إليه. هنا من العلماء المتأخرين اللي كانوا في جزيرة العرب واحد العالم تيقولوا له محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى التميمي، جاء وأعطاه الله تبارك وتعالى هذا الفقه النظر، وشاف شنو الناس محتاجين له. فلما جاء ومشى العراق وكان في الحجاز وفي غيرها، شاف على أن الناس راه بحاجة لواحد مسألة معينة، هي مسألة توحيد العبادة. هذه المسألة خصها تضبط، وخصها تضبط بواحد الكتاب جامع. هذا الكتاب جامع خصو يكون فيه الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الآثار عن الصحابة، باش الناس يرجعوا للأصل ديال التوحيد الصحيح. لأن راه وقع انحراف، اللي كيشوف مثلا الصور اللي كانت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع قبل الدعوة دياله المباركة، تلقى فيها القباب وتلقى فيها الأضرحة وتلقى فيها المزارات وإلى غير ذلك، يعني من الطقوس ديال الوثنية اللي كانت، نسأل الله السلامة والعافية. هذا قبر زيد بن الخطاب، هذا قبر فاطمة، هذا قبر عثمان، هذا قبر كذا. تأخذوا الناس على القبور ديال الصحابة رضي الله عنهم وجعلوها أعياد، وجعلوا تطلبوها وتدعوها من دون الله تبارك وتعالى. فهذا العالم رحمة الله عليه شاف بأن الأمة بحاجة لهذا المسألة، فألف واحد الكتاب يسماه كتاب التوحيد. وهذا الكتاب، هذا كتاب التوحيد، هو ألفه رحمة الله عليه لعامة الناس، يعني عموم المسلمين باش ينتفعوا به. وهذا العالم ما له أجنو قال لك أنا ما درت شي حاجة، أجيت أنا شديت نظرت في كتاب الله تبارك وتعالى، ونظرت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتقيت لكم واحد الآية وتندير ترجمة وتندير آية وتندير حديث ولا تنجيب آثار. إذا شنو هو اللوم عليه؟ ما عندوش لوم عليه، انه تيربطك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى كان واحد من العلماء ديال الهند كانت تنقلت له على هذا العالم هذا واحد الصورة مشوهة، لما تنقلت له واحد الصورة مشوهة كان تيسبه
وكان تيطعن فيه في كل حصة تيجي يقرر الطلاب ديالو تيطعن فيه. جاء واحد من الطلاب جاء من الحجاز وجلس عند هذا العالم هذا في الهند وسمعوه تيتكلم فيه بهذا الكلام السيء، وكان ذاك الطالب ذكي أعطاه الله تبارك وتعالى ذكاء. اش دار؟ مشى هز هذا الكتاب ديال التوحيد وقطع منه ديك الورقة الأولى اللي فيها اسم المؤلف واداه لهذاك العالم، أعطاه قال له الله يجزيك بخير بغيتك تشوف لي في هذا الكتاب هذا وتقيموا لي شنو هو الرأي ديالك وشنو هو النظر ديالك في هذا الكتاب. هذاك العالم شد هذا الكتاب ما فيهش الاسم، لأن إذا قال الاسم صافي غادي يقول هذه، لأن عنده عليه واحد الصورة مسبقة. خذ الكتاب وبدأ يقراه حتى كملوا كله من الأول حتى التالي وأعجب به. اش قال لك الطالب؟ قال له هذا الكتاب هذا كان يشبه صحيح البخاري. قال له أنا الرجل راه يتكلم بلغة العلم وعنده علم وراه قرأ في الكتب وطالع. قال له هذا راه يشبه صحيح البخاري، عنده واحد تشابه كبير بينه وبين صحيح البخاري. اش قال له ذاك الطالب؟ قال له هذا هو العالم اللي راك تطعن فيه وتتكلم فيه في كل حصة تدعو إليه، فما كان منه إلا قال استغفر الله وتوب إليه. فأصبح مع كل حصة تيجي الطلاب ديالو لا تدعي مع هذا العالم هذا، تدعي مع هذا العالم. والأمة بعده كلها عال عليه، والله إنها عال عليه في بيان هذا التوحيد هذا وفي بيان العقيدة الصحيحة. إذ لو بقينا الأهل الباطل اللي كانوا يطوفوا بالأضرحة ويجعونها من دون الله عز وجل والذبائح ولا غير ذلك ويجيهم جئناكم قاصدين يا أولياء الله الصالحين لا تردون خائبين، وهذا حجد مسكين وهذا القبر تقضى عنده كذا وهذا تقضى عنده كذا، لضاع التوحيد وضاع العقيدة. لكن جاء العالم هذا وفق الله تبارك وتعالى جمع هذا الكتاب هذا. هنا من الدقة ديال التصنيف دياله رحمه الله تعالى، أول ما بدأ هذا الكتاب قال بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بعد ذلك قال كتاب التوحيد. وقوله الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كثرة الكلام وكثرة التطويل وحتى المقدمة ما دارهاش. علاش ما دارش المقدمة رحمه الله تعالى؟ لأن المقدمة تكون بمثابة التوطئة لشيء يذكر بعدها، يعني تكون جامعة وشاملة. إذا شنو هو أشمل وأجمع من التوحيد؟ أحسن ما يتكلم عليه هو التوحيد، لأنه هو أساس المعتقد. إذا صح العقيدة ديال المسلم فراه ما غيره من دونه من الأعمال ولو كانت قليلة راه يتقبلها الله تبارك وتعالى بقبول حسن. لكن إذا كان هذا الفساد في العقيدة وفساد في التوحيد الله عز وجل ما تيقبلش ديك الأعمال وإن كانت كثيرة. قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذه وصول ديال العقيدة. إلى شهادة الشهادة هذه وخا كيقل ذاك العمل ديالو تيدخل الله عز وجل الجنة ومع ما كان عنده من العمل. إذن هذه من الحسنات ديال التوحيد. فالإنسان يلقى الله تبارك وتعالى على التوحيد اللي هي أعظم الحسنات، أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة من كتوزن الأعمال ديالو هو التوحيد. وهذا التوحيد هو الأصل المصحح. إذا صح هذا الأصل هذا عاد كندوزو الأعمال الأخرى، إذا ما صحش هذا الأصل هذا ما تنشوفوش هذيك الأعمال الأخرى. يقول الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الشيخ العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، هذا ماشي وهابي، هذا راه مثل مدينة الشنقيط منين من موريتانيا رحمه الله تعالى، وهذا عنده صاحب أضواء البيان وعنده كتب في التوحيد وفي بيان العقيدة. واللي تأمل في هذا الكتاب دياله في التفسير يرى في كثير من المواطن النصرة ديال التوحيد وبيان العقيدة الصحيحة والذب عنها رحمه الله تعالى. تيقول في هذه الآية هذه تدل هذه الآية هذه على أن الأصل الأول في أي عمل بغى يكون أول بعد ما يخص يكون فيه ينظر فيه إلى صحة العقيدة، خص تكون بعد العقيدة صحيحة. عاد نشوفوا ندوزوا الشرط الثاني هو الإخلاص، عاد نزول الشرط الثالث هو المتابعة. يعني لما كانش عقيدة صحيحة راه ما كاين حتى شي حاجة. وشنو هي مجمل صحة العقيدة؟ مجمل صحة العقيدة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. واللي خصهم يتعلموا الناس وخصوصا عوام المسلمين شنو يتعلم من هذا الأصول أو أركان الإيمان، شنو هو القدر المجزئ اللي كتصح به العقيدة ديالو. مثلا من جهة الاعتقاد في الله تبارك وتعالى أشنو خص المسلم خصو يعتقد في الله تبارك وتعالى، من جهة اعتقاد في الله في الملائكة في الكتب في الرسل. فباقي الأركان ديال الإيمان شنو خصو يعتقد. لما نجيو مثلا الاعتقاد في الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى عالم يعبد بعلم، عالم تتعبد بالعلم. الله تبارك وتعالى ما تتعبدش بالجهل. والله تبارك وتعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم أنه لا إله إلا الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن أول شيء خص العبد خصو يعرفه خصو هو يتعلم. إذا تعلم هذا العلم هذا وكان ذاك العلم صحيح وخداه من الأصول ديالو راه تيكون له بمثابة واحد المصباح. شو هذا المصباح؟
كيضول الطريق وكيسير في الطريق ديالو واضحة، عنده الطريق مع عمرها تلتبس عليه بإذن الله عز وجل. علاش؟ لأنه جعل الإمام ديالو هو العلم، والعمل سيكون دائما تابع للعلم. هنا كثير من الناس لما تيجي تقول لك انا غير ندير، انا غير نتقرب لله عز وجل، انا النيه ديالي حسنه، انا غير ندير الخير. لا، ما يمكنش. هذا الخير هذا اللي بغيت ديرو خصو لابد يكون دل عليه دليل من كتاب الله ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. علاش؟ لان الناس راه ما تيستقلوش من تلقاء انفسهم ولا من العقول ديالهم بفهم العباده ولا الفهم ديال مراد الله تبارك وتعالى. احنا ما تنعرفوش مراد الله تبارك وتعالى وما تستقلوش بفهم العقيده، لكن شكون اللي بين هذا الشيء؟ بينوا لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما كان بينوا لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، اذا هو الواسطه بين الله تبارك وتعالى وبين الخلق في بيان شنو تيحبوا الله تبارك وتعالى وشكون هي الامور اللي تيبغضها الله عز وجل. اذا اللي بغى شي واحد يدير شي عباده ولا يعتقد شي حاجه لابد خصو يكون يجيبها من جهه النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف على ان هذيك الطرق راه ما كاينش شي طريق توصل لله تبارك وتعالى الا ما كان من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. الا جبت شي طريقه من غير طريقه النبي صلى الله عليه وسلم راه ما غاديش تقبل منك ابدا، ما تقبل منك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قيل ومن يابى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. راهو رخا يوقفوا العباد ويستفتحوا من كل طريق، والله ما يتفتح لهم الا ما كان من جهه ما في كتاب الله وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللي تعبدنا الله تبارك وتعالى به، وهذا اللي امرنا باش نتبعوه. اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين وغيرها. عود من الايات في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم راه تقريبا في 40 موطن في كتاب الله تبارك وتعالى الله عز وجل يأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلق الله عز وجل الهداية بطاعة الرسول، فقال وإن تطيعوه تهتدوا. نرجع مثلا الاعتقاد في الله تبارك وتعالى. لما نشوفوا مثلا الحال هذوك المشركين اللي اتبعت فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، واش ما كانوش كيامنوا بالله تبارك وتعالى؟ لا، كانوا كيامنوا بالله تبارك وتعالى، لكن شكون اللي جعلهم انهم يكونوا مشركين؟ عندهم هذاك النوع ذاك ديال الايمان بالله عز وجل تيخلطوه بواحد الشيء. شنو هو لبس الحق بالباطل وتيخلطوه بالشرك. لما تيخلطوه بالشرك ما تتقبلش منهم. يقول لك شي واحد شنو هو الدليل على شيء؟ قال الله تبارك وتعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. ولما تسالهم هذه الاسئله مثلا اللي كيرددها بعض الناس، هنا تيقول لك واش هذا تعتقد ان الله، ما تعتقدش ان الله هو الخالق الرازق المالك المدبر؟ تقول له هذا الشيء كانوا يعتقدوه كفار قريش، كانوا يعتقدوا بان الله هو الخالق هو الرازق هو المالك هو المدبر هو المحيي هو المميت، كانوا يعتقدوا هذه العقيده. ولكن واش هذا الشيء نفعهم؟ لا، ما نفعهمش. وبقى الخلاف بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. اذا يدل على ان هذه لا اعتقد الامر واعتقد الانسان هذه العقيده هذه وجا بها بوحده وكان عنده الخلل في النوع الثاني اللي غادي نبينوه باذن الله عز وجل، راه ما تتقبلش منه هذا الامر. هذا يقول الله تبارك وتعالى في كتابه ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله قل من يرزقكم من السماء والارض أما يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. اذا شنو كان عندهم؟ كان عندهم واحد النوع من ايمان بالله عز وجل اللي هو تيبينه العلماء تيسميوه توحيد الربوبيه. هذا كان عندهم فيه نوع من ايمان تيقروا به، وهذا النوع من هذا ما خالفوش فيه غالب المشركين وفي غالب الافراد ديالو قروا به. لكن شكون هو الخلل اللي كان عندهم؟ كان عندهم في جهه توحيد الالوهيه، اي توحيد العباده، صرف العباده لله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم تيقول لهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، وحدوا الله تبارك وتعالى بالعباده، اعبدوا الله عز وجل. هما لما كان يتكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم وتيخاطبهم مثلا بالقران وسمعوا الكلام ديال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا تيفهموا الخطاب. علاش؟ لانهم عرب، السليقه ديالهم سليقه عربيه ما تيلتبسش عليه الخطاب، غير تيسمع راه تيفهم. لذا النبي صلى الله عليه وسلم مشى لهم واحد المره وهما في ناديهم مجموعين فقال يا معشر قريش، قال لهم اجيبوني الى كلمه ان قلتموها دانت لكم بها العرب والعجم. قال لهم جاوبوا لي واحد الكلمه الا مشيتوا قلتوا هذه الكلمه هذه لتولي العرب والعجم كلهم تبع لكم. هما كانت فيهم ديك الانفه وحب ديال الفخر والكبرياء وحب ديال السلطه وغير. قالوا ما هي ولك بعشر، ما نقولوش احنا كلمه، قالوا نقولوا 10 ديال الكلمات. يقول شنو؟ قال قولوا لا اله الا الله، قولوا هذه الكلمه. يا شنو كان كيف الجواب ديالهم؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أفهم هذا، أفهم لا إله إلا الله. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. إذا شنو معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. خلي عليك الوسائط، خلي عليك هذول اللي دايرهم بينك وبين الله تبارك وتعالى وتوجه لله تبارك وتعالى مباشرة. إذا بغيت تطلب الله عز وجل ما تحتاج الواسطة بينك وبين الله عز وجل سواء الميت أو غير ذلك، بل دعي الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هنا في العبادة توجه لله تبارك وتعالى
وتعالى مباشرة. فهم كان عندهم هنا هادو قالوا لا خصنا نتمسكوا بهذه الوسائط، هذه الوسائط هادو اللي درناهم بيننا وبين الله عز وجل. احنا كان عارفوا بأنهم راه ما تيخلقوا ما تيرزقوا ما تيحيوا ما تيموتوا، لكن تنقولوا هادو شفعاء وهادو وسطاء. اش كيديروا؟ كينقلوا لنا الحاجة ديالنا وكينقلوا لنا المسألة ديالنا لله تبارك وتعالى وتتقضى لنا الحاجة. هذا اللي كيقولوا حتى بعض الناس الآن تقول واش كديروا عند فلان راه ميت، غتيقول كان انا عارفه ميت وانا عارفه راه ما تيتكلم ما تيسمعش وراه عارفه ايوا شنو، ولكن والله الا جربوا الناس وكاع مشى فلان وفلان تيبقى يعدد لك الحكايات والقصص ديال بعض الناس اللي ربما وافق وقت القدر ان الله تبارك وتعالى قدر يتشفى في ذاك المكان او لا يحصل على شيء في ذاك المكان، او ربما تكون عنده تسلط الشيطان عليه من جهه يمس ولا غير ذلك، فلما تيمشي لذاك الضريح ولا غير ذلك تيخرج ذاك الشيطان من ذاك الشخص وكيولي الحاله ديالو الطبيعيه اما مرض غير ذلك، تيظن على ان الشفاء ديالو جاء بسبب صاحب القبر، وانما هو تلاعب به الشيطان، لان هذيك الاماكن اجتماع مرضى الشياطين وتيحكموا على ذاك الشيطان باش يخرج. تيولي الانسان عادي تيولي عنده هذا الاعتقاد هذا في القبور او الاعتقاد في الموتى بانهم هم اللي تينفعوه وهما اللي رفعوا له الحاجه ديالو. هذا الاعتقاد هذا الله تبارك وتعالى اجاب على هذه العقيده في كتابه وبين بأن هذا الاعتقاد باطل. قال الله تبارك وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، شنو هو الغاية ديالكم هذا؟ إلا لطلب القربة، باش يقربونا لله تبارك وتعالى. شنو هو هذه القربة هذه؟ عندهم ما يسمى عندهم واحد القياس فاسد. شنو هو هذا القياس فاسد؟ تيقيسوا الأمور ديال المخلوقات على الأمر ديال الخالق سبحانه وتعالى. تيقولوا إذا كان شي واحد من عامة الناس وما عندوش ولا ما فحالوش وبغى يدخل على شي وجيه عظيم من عظماء الدنيا، ما تيجيش ويطرق الباب ويدخل بوحديته. شنو تيدير؟ تيقول لك تيخصو شي واحد من الأعوان ولا شي واحد من الوزراء أو غير ذلك يتوسطوا باش يدخل لعنده. وكذلك تيقولوا حنا رحنا غارقين في الذنوب وفي المعاصي وما تنقدروش نقبلوا على الله تبارك وتعالى مباشرة، وتيخصنا شي وحدين اللي تنجعلهم بيننا وبين الله عز وجل وسائط باش يقبلوا لنا، يطلبون لنا الشفاعة عند الله تبارك وتعالى، يشفعون لنا عند الله تبارك وتعالى باش يقبل علينا الله عز وجل. هذا الاعتقاد هو الاعتقاد الفاسد، وهو شرك الوسائط، وهو اللي كان فيه لبس الإيمان بالشرك. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا، شكون اللي آمنوا؟ يعني وحدوا ولم يلبسوا، ما خلطوش الإيمان ديالهم اللي هو التوحيد ديالهم والعقيدة بظلم بالشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذوك هم اللي عندهم الأمن التام من كل وجه من الوجوه، أمن في الحياة الدنيا وخاصة يكون هذا تكون عنده طمأنينة القلب، وأمن في البرزخ في القبر، وأمن يوم القيامة. علاش؟ لأنه موحد، والموحد راه لا خوف عليه، ما تيخافش. شكون اللي تيخاف؟ هو المشرك. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا. فالشرك عياذا بالله سيكون دائما معه الخوف، والتوحيد سيكون معه الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذه رجعت في سورة الأنعام. فاش كانت معرض ديال المحاجة ديال المشركين لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، كانوا تيحاجوه وكان تيرد عليهم وتيجيبوا ما يأتون بشبهة إلا وتيردها. قال هنا واحد العالم ابن جرير رحمه الله تعالى قال جاء فصل الخطاب من الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا وحدوا، ما خلطوش الإيمان ديالهم بالشرك. لما نزلت هذه الآية هذه شقت على الصحابة رضي الله عنهم. شنو فهموا منها على أنها مطلق الظلم، يعني الإنسان يدير ظلم مثلا في حق نفسه ولا في حق الغير راه داخل في هذا الوعيد هذا. فجاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث ابن مسعود، فجاءوا على الركب فقالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ شكون هذا قاع اللي ما ظلمش نفسه؟ اش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو المبين. إلى شكل عليهم شي حاجة من القرآن كانوا كيرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم المعنى الصحيح. قال ليس الظلم الذي تذهبون إليه، ماشي هو ذاك الظلم يعني ظلم الإنسان لغيره من جهة اعتداء عليه بعض الحقوق، لكن الظلم المراد في هذه الآية هذه هو الشرك. قال ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. الشرك هو أقبح الظلم، وهو أعظم ذنب تعصى به الله تبارك وتعالى في الأرض، وهو الذنب اللي ما تيغفروش الله تبارك وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في حديث أنس بن مالك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأهون أهل النار عذابا يوم القيامة، هذاك هو أقل واحد من أهل النار، يؤتى به يوم القيامة فيقال له أرأيتكم
لو كان لك ما في الأرض جميعا، لو كان عندك ذاك الشيء اللي في الأرض. شنو هو اللي في الأرض؟ من اللي خلقها الله تبارك وتعالى حتى فناها، هالشيء اللي كيتنافسوا فيه الناس من حطام الدنيا، ذهب، فضة، معادن إلى غير ذلك، كله جمعوا. لو كان عندك هذا الشيء أكنت مفتدي به من عذاب يومئذ، واش تدفعوا وتفدي نفسك من العذاب ديال يوم القيامة؟ يقول نعم. تقول نعم، ندفع ذاك الشيء كله وغير ما نشوفش هذا العذاب ديال جهنم، صلى الله السلامه والعافية. الشيء يقول الله تبارك وتعالى: طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في ظهر أبيك آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. لا تطلب منك واحد الحاجة قال من هذا الشيء. شنو هي هذه الحاجة؟ وانت في الظهر ديال آدم. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى مسح الظهر ديال آدم، لما مسح الظهر دياله خرجت الذرية دياله كلها كأبناء الذر، هم صغار النمل، وجمعهم الله تبارك وتعالى في مشهد واحد وفي مجمع واحد، فقال ألست بربكم قالوا بلى. فاشهدوا كلهم لله تبارك وتعالى بأنه هو المستحق للعبادة، وأنه هو المعبود بحق، وأن لكل أي حاجة ولا أي شخص ولا واحد يعبد تتعبد من دون الله تبارك وتعالى فعبادته بالظلم والعدوان، وعبادته عبادة باطلة. فالعبادة حق لله عز وجل لا يشارك معه فيها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، هي حق لله تبارك وتعالى. وهذا الحق هذا اللي مش تأخذ به راه على خطر عظيم، صلى الله عليه وسلم، هو حق الله تبارك وتعالى للعباد. هنا معاذ رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أو سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا معاذ سولوا النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قالوا: وش عارف شنو هو الحق ديال الله تبارك وتعالى للعباد والحق ديال العباد على الله؟ هذا الصحابة رضي الله عنهم الأدب ديالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله أعلم. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد، ها هو الحق ديال الله علينا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. والحق ديال العباد على الله تبارك وتعالى، وهذا حق ديال الإنعام والتفضل ديال الله تبارك وتعالى العباد ديالو، أن اللي ما تيشركش بالله تبارك وتعالى شيئا ولو جاء عنده من الذنوب ما عنده فإن الله تبارك وتعالى يغفر له. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لو كان جيب قراب الأرض مثل الأرض عامرة من الخطايا ومن الذنوب، لكن جيت على عقيدة صحيحة موحد ما تشركش بالله عز وجل، يقابلها الله تبارك وتعالى بالمغفرة. حديث واحد يؤتى يوم القيامة يجي واحد الرجل عنده واحد السجلات، شنو السجلات؟ الصحائف ديال السيئات، قد سدت الأفق، صحائف كثيرة ديال أعمال ديال السيئات، ويقال له: واش عندك شي حسنة؟ تيقول له: ما عنديش. واش ظلموك هذوك اللي كانوا كيكتبوا عليك؟ لا. تيقول: هادشي كله درته، تيعترف به، تيقول: أنا ما عندي حسنة وهذا الشيء أنا درته مقر به. هو هذا الشخص هذا ما عرفش راه عنده واحد الحسنة. قال: فيقال: بلى إن لك عندنا حسنة. لا، راه عندك واحد الحسنة هذه، وإنه لا ظلم اليوم، وراه ما تظلمش، ما كاينش شي واحد تظلم في ذاك اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيؤتى ببطاقة، بطاقة كنعرفوها كاملين. اش هذه البطاقة هذه؟ فيها لا إله إلا الله. ايوا هنا توضعات ديك السجلات ديال السيئات، توضعات في الكفة ديال الميزان، كفة ديال الميزان فيها سجلات ديال السيئات سدت الأفق، يعني لكثرتها. وتتوضع ديك البطاقة اللي فيها لا إله إلا الله في الكفة الأخرى ديال الميزان، فتتطاير الصحف ديال السيئات ولا يثقل مع اسم الله شيء. إذا أعظم شيء اللي كيتثقل به العبد الميزان ديال الحسنات ديالو بين يدي الله عز وجل هو يكون على عقيدة صحيحة، يكون على عقيدة التوحيد، يكون ما تشركش بالله عز وجل. أن نوح عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة جاءته الموت دعا الابن دياله، قال له: يا بني، قال: أوصيك بلا إله إلا الله. قال له: نوصيك بلا إله إلا الله. قال له: أتدري ما لا إله إلا الله؟ قال له: وش عرفت شنو هي لا إله إلا الله؟ قالوا: لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. هذه السماوات السبع اللي هي طيباقة اللي متعلم السمك ديالها إلا الله تبارك وتعالى، والعظام ديال القدر ديالها وديال الوزن ديالها إلا الله عز وجل، وكذلك الأراضين السبع لو كان يتوضعوا في واحد الكفة ديال الميزان وتوضع لا إله إلا الله في الكفة الأخرى ديال الميزان، تجي لا إله إلا الله تقل من السماوات السبع ومن الأراضين السبع. الله يجزيكم بخير ملي كيسمع الواحد هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
واش ماشي خصو يشد في عقيدة التوحيد بيديه كما تنقولوا حنا ورجليه ويعض عليها بالأضراس ويحرص غاية الحرص باش ما يدخلش عليه الشرك، لأن الشرك إذا دخل عليها كيفسدها، نسأل الله السلامة والعافية. إذا دخل الشرك على العبادة تيحبطها. قال الله تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول الله تبارك وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أشكون هذا راه شحال من نبي 18 نبي تذكروا في سورة الأنعام. يقول الله تبارك وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. 18 نبي. وابناء له إسحاق ويعقوب كل هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلهم فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. كان يشركوا يحبط العمل ديالهم. وهنا شو يقولوا أهل العلم لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام راه معصومين من الشرك، عصمهم الله تبارك وتعالى بالشرك بإجماع أهل العلم، في خلاف بين أهل العلم، لكن راه المراد التنبيه لذوك الناس اللي هما دونهم. فإذا كانوا هاد الناس على منزلتهم وعلى مكانتهم عند الله تبارك وتعالى إذا مشوا توقعوا في الشرك يحبط العمل ديالهم، فتيكون الكلام راه موجه لي أنا وليك أنت، عندك تمشي تشرك بالله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر في واحد الحديث يا أبا ذر لا تشرك بالله وإن قتلت أو حرقت. عندك تمشي توقع في الشرك، عندك تشرك بالله عز وجل. للأسف الشديد معاشر الأحبة هذا الشر العظيم اللي هو الشرك والأمر بالتوحيد راه قليل اللي كيتكلم عليه للأسف الشديد. وينبغي هو اللي خصنا نصرفوا له العناية ونصرفوا له الأوقات. والله يا معاشر الأحبة لو جلسنا إلى ما شاء الله أن نجلس في هذه المجالس وفي غيرها غير باش نتذاكروا الفضل ديال الله تبارك وتعالى علينا بهذه النعمة ديال التوحيد ونحققوا التوحيد ونلقاو الله تبارك وتعالى على هذه الحسنة، هذه حسنة التوحيد لكانت لنا حسنة كافية. راه ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإذا من عليك الله تبارك وتعالى بشيء مجلس اللي كتعرف فيه عقيدتك العقيدة الصحيحة اللي مأخوذة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاحمد الله تبارك وتعالى ذكره واحد الخير سأقولك الله عز وجل حرص عليه. ربما كل واحد ملتبس بشي حاجة ما فهمهاش ولا فهمها على غير الوجه ديالها الصحيح ولا تنقلات له مشوهة ولا جلس سمع عن شي واحد من أهل الضلال نسأل الله السلامة والعافية وصرفوا في باب التوحيد، فتيجي مثلا تيجلس في المجلس تسمع ديك قال الله قال الرسول الأحاديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم بالشرح ديالها وتيوفق الله تبارك يقول الحمد لله اللي من علي الله تبارك وتعالى وصححت هذيك المسألة كنت غالط فيها وكنت كان اعتقد فيها اعتقاد باطل وكان لقيت الله عز وجل هذيك العقيدة نكون راني نسأل الله السلامة والعافية وربما غادي نكون من الخاسرين. فالحسنة ديال التوحيد راه ما كتعدلهاش حسنة، ما كاينش شي حسنة ثقل في الميزان من حسنة التوحيد. ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن لا إله إلا الله هي من الحسنات؟ قال هي من أفضل الحسنات. وقال أفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل الذكر لا إله إلا الله. لكن شكون اللي كينتفع بهذا لا إله إلا الله شكون اللي كينتفع بهذه الكلمة العظيمة؟ هذاك اللي كيفهم المعنى ديالها وتعمل المقتضى ديالها وما تيديرش الحوايج اللي كيضادوها. عاد كينتفع الإنسان وكينتفع بالقول ديال هذا لا إله إلا الله وكينتفع بهذه الكلمة العظيمة هذه اللي هي كتوزن السماوات والارض. راه ماشي غير مجرد كلمه تتردد على الالفاظ. وانا دوك المشركين راه ما بغاوش يقولوها، فاش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا اله الا الله. علاش؟ لانهم فهموا شنو هو المعنى ديالها، عرفوا بانها راه نفي استحقاق العباده على كل ما سوى الله، كاين شي واحد كيستحق العباده الا الله تبارك وتعالى. فلذلك قالوا اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب. واش قالوا؟ وانطلق الملأ منهم ونمشي واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. صبروا على الباطل ديالكم وصبروا على ذاك الشرك ديالكم وصبروا على العبادة ديالكم لغير الله عز وجل. راه ما يمكنش تكون الآلهة إله واحد. ففهموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تدعوهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى، تدعوهم إلى توحيد الله. أرجع المثل مسألة التوحيد، هذه الكلمة هذه دلت عليها الأدلة في الكتاب والسنة. التوحيد هو وحد يوحد جعل الشيء واحدا، تيجعل واحد الشيء واحد، هذا المعنى دياله. ومعنى دياله في الشرع التوحيد هو إفراد الله بما يختص به، تنفرد الله تبارك وتعالى وتنوحد الله عز وجل بديك الأشياء التي يختص بها، مما يختص به في الربوبية ومما يختص به في الألوهية ومما يختص به في الأسماء والصفات.
فمثلا في الربوبية لما كيجيو أهل السنة مثلا الحديث على مسألة التوحيد الربوبية ما تيبقاش يعدد الأفراد وكيبقى يذكر كما تذكروا أهل الباطل الآن في هذا الزمان. إلى جاء مثلا دعوة التوحيد كيجي ذاك الأمر اللي اتفقوا عليه المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم ما خالفوش فيه المشركين وتيتوسع فيه وتيألف لك الكتاب سميته توحيد الخالق. لما كتجي كتقرأ من أوله إلى آخره تلقى أن هذا الشيء اللي قرر في هذا الكتاب هذا كاع ما خالفوا فيه المشركين. علاش؟ لأنه تيقرر هذا النوع هذا توحيد الربوبية اللي المشركين اعترفوا بغالب الأفراد ديالو. لما كيجي المسألة ديال توحيد الألوهية واللي فيها الصور وخصو يوقف على كل صورة من الصور اللي وقع الآن وفيها الشرك بالله عز وجل ما تيجيش يفصل. وهذه ماشي عقيدة صحيحة وهذا ماشي منهج صحيح في تقرير التوحيد. المنهج الصحيح في تقرير التوحيد هو تجيل هذه المسائل هذه وتفصل فيها تفصيلا باش تبين للناس الحقائق. توقف لهم مثلا على عين ديك الصور اللي كيوقعوا فيها الناس وتقول لهم لا هذه المسألة هذه اللي كيديروا الناس هذا راه شرك بالله عز وجل. من هذه شرك بالله عز وجل شنو هو هذا الدليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين للناس وتنصح للناس وما تكونش غاش للناس وتجي وتقول لهم لا والتوحيد كل شيء تعرفوا وذاك الشرك اللي كان هذا راه ما بقاش وكي يدر الرماد في العيون. إذا هنا في توحيد الربوبية وهنا هذا التقسيم هذا تيقول لك شكون اللي دل عليه؟ دل عليه قول الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين في سورة الفاتحة فيها فأكثر من 30 موطن. ما ذكر واحد من صديق حسن خالق النوجي هذا ماشي وهابي هذا من الهند قاعد من عنده كتاب الدين الخالص رحمة الله عليه تكلم على هذه المسألة هذه يعني وهابي على لغتهم هم اللي تيقولوا وإلا فإحنا هذا كان نفيه هذا لأنه هذا اسمه محمد بن عبد الوهاب والأب ديالو عبد الوهاب وما ينسبونه للأب ديالو. الأب ديالو ما دار والو مسكين ما خلى له كتاب ولا رسالة ولا حتى شي حاجة وكان خصهم يسميوه التسمية الصحيحة يقولوا له محمدي لأنه سميته محمد وإذا قالوا له محمدي غادي ينسبوه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو راه على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فتيهربوا منها. ودائما أهل الباطل تيشوفوا واحد الألفاظ اللي هي مستبشع عند الناس باش يشوهوا بها السمعة ديال أهل الحق وشوهوا بها السمعة ديال علماء السنة. لكن الحمد لله سنة الله تبارك وتعالى في خلقه أن هؤلاء تتمشي الدعوة ديالهم وتبقى الحق. شحال واحد ألف مثلا في زمان الإمام مالك يطعن على الإمام مالك وتتكلم فيه وتنتقصه. الله تبارك وتعالى رفع الإمام مالك ورفع العلم دياله وخلى الكتب دياله هي كنوصلها إلى هذا الزمن هذه وكنستافدوا منها وهذوك ما تذكروش كاع ما ترجم لهم. الله تبارك وتعالى يقول فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. غاية يكون ذاك الابتلاء وتكون ذيك المحنة لكن بعد ذلك تيرفع الله عز وجل الذكر ديال أهل السنة وتيخمد الله عز وجل الذكر ديال أهل البدع وأهل الأهواء وما تترفع لهم شرايع. إذا نرجع لما مسألة توحيد الربوبية عفوا إذا كان نخرج هذه الخرجات الله يجزيكم بخير لأن كنشوف أنه لابد منها لأن الأصل لا الله يجزيكم بخير فهمنا تقرير العقيدة الصحيحة وفي الطرف المقابل لابد ما نأتي حتى على الشبهات لأنه وقع للأسف الشديد كاين شبهات كثيرة عند الناس وتلبس على الناس في هذا الباب هذا حتى بعض الناس اللي اختلطت عليه الأمور ما عرفاش يشد واش يشد هذا الطريق ولا هذا الطريق من جهة التلبيس ديال هؤلاء. إذا هنا توحيد الربوبية أن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق المالك المدبر المحيي المميت مرجع إلى أفعال الله تبارك وتعالى. وهذا الإنسان ما يستطرش يعني في بيانه ويقرر فيه يمشي وحده ويبقى يتكلم ويطيل الكلام ولا غيره لأن الخلاف ما كانش فيه. يجي المسألة الثانية مسألة توحيد العبادة هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. شنو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة؟ أنه ما كاين شي واحد كيستحق العبادة إلا الله عز وجل. يعني كل عبادة اللي بغيت ديرها لابد ما تقرب بها لله عز وجل. العبادة ما تتقرب بها إلا لله تبارك وتعالى وما تجعل بينك وبين الله تبارك وتعالى وسائط بل تدعو الله عز وجل وتلجأ إلى الله تبارك وتعالى مباشرة. فالعبادة حق لله عز وجل ما تتصرف إلا لله تبارك وتعالى ويأتي التفصيل إن شاء الله. ولما تجي مثلا هذه الصورة هذه لابد ما تبين فيها وهذا الكتاب هذا كله في بيان هذه الصورة هذه والآخر ديالو جاء ذكر فيها شيء من الاتباع وذكر شيء من الأسماء والصفات وإلا فغالب الكتاب في تقرير هذه المسألة مسألة توحيد العبادة. نجيو مثلا توحيد الأسماء والصفات. هو توحيد الأسماء والصفات أنك نآمن وكنعتقد بأن الله تبارك وتعالى عنده الأسماء الحسنى والصفات العلى وتنتبتوا ذاك الشيء اللي تبتوا الله عز وجل لنفسه واللي تبتوا له النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما نحرفوا الكلام وما نأولوه وما نعطلوه ما حتى شي حاجة. نمشيو على طريقة ديال العلماء رحمة الله عليهم كما كان الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره من العلماء لما كيجيو بحال هذه الآيات تيقولوا أمروها كما جاءت دوزها كما جاء كما اعتقدوها النبي صلى الله عليه وسلم واعتقدها الصحابة رضي الله عنهم مشيوا على الطريق ديالهم. وتيجي واحد تيسول الإمام مالك رحمه الله تعالى وفي المسجد فيقول له يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى
فيقول الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول ذيك القولة دياله المشهورة: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يقول أهل العلم هذه قاعدة ذهبية في الأسماء والصفات. شكون اللي جاب بها؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى، راه إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، الإمام مالك رحمه الله تعالى. ويا ليت الناس مشاوا على اعتقاد الإمام مالك رحمه الله تعالى وعلى طريقته في تقرير السنة وعلى الطريقة اللي كان عنها حتى في بغض البدع وبغض مع أهل البدع، وكيفاش كان كيتعامل الإمام مالك رحمة الله عليه مع أهل البدع. للأسف الشديد كان الادعاء بأنه على القول على المذهب مالك، لكن الحقيقة شيء آخر، صلى الله السلامة والعافية. إذن هذا من جهة أقسام التوحيد. وأقسام التوحيد قلنا دلت عليه أول سورة الفاتحة، ودل عليه قول الله تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض هذا فيه إثبات توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته هذا فيه توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا هذا فيه توحيد الأسماء والصفات. هذه الأقسام الثلاث كلها تذكرت في سورة مريم. ومتأمل في القرآن كما يذكر واحد الإمام رحمه الله تعالى ابن القيم، يقول لك القرآن كله من أوله إلى آخره في التوحيد، من الأول دياله إلى الآخر دياله في بيان التوحيد، في بيان التوحيد. بل كل أمر بالعبادة جاء في كتاب الله، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما: كل أمر بالعبادة في القرآن فهو أمر بالتوحيد. يشوف شيء أمر في العبادة في كتاب الله تبارك وتعالى فهو أمر بالتوحيد. إذن هذا هو ذكرت قال كتاب التوحيد، وقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا عاود جاب هذه الآية هذه اللي صدر بها بعد ترجمة اللي ذكر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شنو هي الغاية من خلق الثقلين؟ وهذا السؤال خصو يبقى يتطرح: علاش خلقنا الله عز وجل؟ الله تبارك وتعالى خلقنا لعبادته. يقول الله تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال الله تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى. بل الله تبارك وتعالى خلقنا لواحد الغاية، هي إقامة العبودية لله عز وجل. والإنسان إذا خرج على هذا المقتضى العبودية اللي خلقه الله تبارك وتعالى لها، راه ما تيخرجش على العبادة بالكلية، راه تبتلى بواحد العبادة الأخرى. شنو هي هذه العبادة؟ العبادة ديال الهوى والشيطان. وهذاك اللي تيقول راه ما تيعبدش راه عبد لهواه، كما قال واحد من العلماء رحمه الله تعالى: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق الهوى والشيطان. هرب من ذاك العبودية اللي تخلق لها، وهذه العبودية إلى صرفها لله تبارك وتعالى فهي سبب السعادة ديالو والفلاح ديالو. إلا مشى حتى خرج على مقتضى العبودية لله عز وجل، تدخل في عبودية واحدة أخرى، إما يكون عبد لهواه أو عبد للشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. فهو ما خرج على مقتضى العبودية. وإذا كون كائنات تأتي بهذه العبادة وعبود الله تبارك وتعالى، ما لكم من إله غيره، فالذي يستحق العبادة هو الله تبارك وتعالى. فهنا يقول الله تبارك وتعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله تبارك وتعالى ما خلقناش باش يستكثر منا من قلة. الله تبارك وتعالى له جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أطت السماء وحق لها أن تطئ، ما من موضع قدم، ما كاينش موضع قدم في السماء إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد تعبد الله تبارك وتعالى. والبيت المعمور اللي في السماء السابعة وهو فوق الكعبة كل نهار تدخلوا 70,000 ملك تعبدوا الله عز وجل، إلا خرجوا ما تعودوش يرجعوا منذ أن خلقه الله عز وجل، وهم يتعبدوا لله عز وجل في البيت المعمور. يعني تأملوا شحال العدد ديال هذه الملائكة هذا، وكلهم قائمون بالعبادة لله عز وجل. إذا الناس إذا أتوا بهذه العبادة هذه راه النفع ديالها تعود عليهم هما. الله تبارك وتعالى ما تتنفعوش الطاعة ديال اللي طاع وما كتضروش المعصية ديال العاصي. قال الله تبارك وتعالى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. ما تيرضاش لعباده الكفر، لاش لأنه خلقهم ليعبدوه وليكرمهم، يكرمهم بعبادته ويكرمهم بالأجزاء المترتب على العبادة دياله سبحانه وتعالى. إذن هذا خلقنا الله تبارك وتعالى لأجل عبادته، خلقنا الله تبارك وتعالى لعبادته. فإذا كان الله تبارك وتعالى ما خلقنا إلا من أجل العبادة دياله، وش غادي يكون بين هذا الأمر ولا ما بينوناش؟ لا شك أن الله تبارك وتعالى راه بيننا في كتابه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بيانا شافيا بيننا معنى العبادة، وشنو هي العبادة اللي أمرنا الله تبارك وتعالى، وكيف نديروا نعرفوا هذه العبادة، وكيف نديروا نتقربوا لله تبارك وتعالى. هنا في الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني.
يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني. أنا ما تضرش الله تبارك وتعالى وما تنفعش الله تبارك وتعالى. إلى عبدت الله تبارك وتعالى أنت منتفع بذكر العبادة. يقول الله تبارك وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، كلهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، ما نقص في ذلك في ملك شيئا. ما سينقص في ملك الله تبارك وتعالى حتى شيء حاجة. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا. إذا في ملك الله تبارك وتعالى حتى شيء حاجة. شكون اللي ينتفع بهذه العبادة؟ الناس إلى أدوا العبادة لله تبارك وتعالى هم اللي ينتفعوا. وهنا الله تبارك وتعالى يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا لما كنجيو مثلا تنعرفوا العبادة تتسول الناس تقول له الله يجزيك بخير شنو هي معنى العبادة. بعض الناس كيعطيك واحد الأفهام، لكن للأسف الشديد ذاك البعد عن كتاب الله والبعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الفهم الصحيح حتى هذه المصطلحات اللي كنسمعوا وردنا واحد الكوارث من جهة الأفهام. تيفهم شي حوايج مثلا من عندهم العبادة تقول شنو هي العبادة، تيقول لك واه باينة شنو هي الصلاة والزكاة والحج وإلى غيره، وبقى يذكر لك منهم كيعد يحصرها فبعض الأفراد ديال العبادة. تيجي واحد آخر تيقول لك واه ما زديش ديال الناس انت هو كاع الولي من أولياء الله. فهم عند الناس هذو تيقروها تيقولوها تنسمعوها منهم. لما تنجيو مثلا هذه الكلمة هذه شدها مثلا واللغة العرب اللي نزل بها القرآن وخاطب بها الله تبارك وتعالى الناس وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذاك هذوك الناس اللي كانوا تيفهموا العبادة واش كان عندهم هذا المفهوم هذا المعنى العبادة. لأن راه معشر الأحبة إذا كان عندنا فهم صحيح والعمل بمقتضى ذاك الفهم راه نكونوا على خير. لكن للأسف الشديد كاين بعض الناس كيتقرب وكيعمل لكن على غير فهم صحيح. كاينش الفهم الصحيح أو كاين اللي أعطاه الله تبارك وتعالى الفهم الصحيح لكن ما توفقش عود العمل. والعبد السعادة ديالو من هاد جوج الأمور لابد يكون عنده علم تيبصروا واحد الهمة تترقيه تترفعه. إذا كان عنده العلم وعنده الهمة تيكون ما شاء الله على نور من الله تبارك وتعالى. فإذا هنا نجو مثلا العبادة. شو هي العبادة؟ الأصل ديالها من التذلل والخضوع. لما كتقول أنا عبد لله تبارك وتعالى فيعني أنا خاضع ومتذلل لله تبارك وتعالى. تقول أنا هذه النفس هذه راني وقفتها على عبادة الله عز وجل وراني اندرتها لله تبارك وتعالى في ما يكون شي موطن من مواطن مرضاة الله عز وجل سواء كان من الاعتقادات أو الأقوال والأعمال إلا ونحاول جاهد نفسي على العمل به. وفي ما يكون شي موطن ديال سخط الله تبارك وتعالى غادي نبتعد عنه. لأن ماذا؟ لأنني وقفت هذه النفس على عبادة الله عز وجل. إذا معنى العبادة أصلها من التذلل والخضوع. تذلل والخضوع تكون متذلل وخاضع لله تبارك وتعالى. هذه العبادة هذه واش الناس ممكن غادي يفهموها من تلقاء أنفسهم؟ لا ما يمكنش. علاش؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول ولو يتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. هذا غادي يجي يستحسن يقول لك هذه ما فيها بس. كتسمع عند بعض الفقهاء الآن تقول له هذه ما فيها ماشي مشكل ما فيها بس غير دير انت النية ديالك حسنة انت. لا بد احنا في العبادة من جهة النية ومن جهة العمل لا بد خص يكون عندنا منهم التلازم. لما تكون النية فاسدة ما كتصلح لناش العمل الصالح، ولما تكون العمل فاسد ما كتصلحوش النية الصالحة. فلا بد ما خص تكون النية صالحة وخص يكون ذاك العمل صالح وتكون بيناتهم تلازم. نية اللي هو اعتقاد والإخلاص لله تبارك وتعالى وأنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى، وذاك العمل خص يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عاد كتسمى هذه العبادة مع الأصل واللي ذكرنا عنه يكون صحة المعتقد عاد كتسمى هذه عبادة. والناس راه ما تستقلوش في فهم العبادة. لما كانوا الناس ما تستقلوش في فهم العبادة أرسل الله تبارك وتعالى واحد الرسل. هذا الرسل شو هي المهمة ديالهم؟ قال الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. تيبشروا بشير ونذير تيبين للناس ها مراد الله تبارك وتعالى. ونبينا عليه الصلاة والسلام هو ختمهم ورحمة تشوفها الله تبارك وتعالى حتى بين ذلك بيانا شافيا واضحا. حتى لما قبل ما يموت قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هلك. يزيغ عنها إلا هلك. ويقول ما بعث الله من نبي إلا كان حق عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمونه ويحذرهم من شر ما يعلمونه. كي بعث الله شي نبي حتى
ستدل الأمة ديالو على خير ما يعلمونهم، تيبين لهم الخير وتيحذرهم من الشر، ماشي يكفي بيان الخير، تيحذرهم كذلك حتى من الشر. ورأس الشر وأعظم الشر هو الشرك بالله عز وجل. اعذرونا معاشر الأحبة إذا طولنا عليكم هذا النهار، الله يجزيكم بخير. صلى الله تبارك وتعالى جعلنا وإياكم نستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله